شغلتنا يا صديقي تلخيص وتظبيط الأفلام لحضرتك عشان تستمتع بيها وانت بتشوفها. لو ما سمعتنيش قبل كده يسعدني انك تسمعني وتتابعني، ولو هتتابعني يبقى تصلي على النبي الأول وتروح تجيب القهوة الجميلة بتاعتك. ويا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. ميعادنا النهارده مع فيلم جديد لسه نازل وهو ذا واي اوف ووتر افاتار 2022، وبيعتبر الفيلم ده من احدث الافلام اللي لخصناها لحضراتكم واللي لسه نازل السينما العالمية قريب، واللي احداثه بتقول لنا ان البشر كانوا غزوا الكوكب الرائع ده قبل كده ودمروا حاجات جميلة كتيرة فيه، وكانوا وصلوا لهم قبل كده عن طريق التطور التكنولوجي، عن طريق اجهزة متطورة بمجرد دخول الشخص فيها بيكون له شخصية جديدة افاتار وبتحاكي الواقع على الكوكب الجميل ده. ولان البشر طمعوا في خيرات الكوكب دون فدمروه وخربوا أجزاء كتيرة منه. الفيلم بيبدأ مع جيك وأسرته اللي بتتكون من زوجته وأولاده، وبيكون جيك متبني طفلين من أطفاله، واحدة منهم بتكون بنت صديقة ليه واللي ماتت ساعة ولادتها، والولد التاني بيكون طفل بشري، وده لأن البشر كانوا عاوزين يعيشوا على كوكبهم، ولما البشر مشوا سابوا الطفل ده وراهم، ومن ساعتها وهو عايش مع اخواته الأفاتار، وبنشوف الأطفال وهم سعداء وبيلعبوا مع بعض، وجيك بيعلم ولاده كل حاجة زي صيد السمك والرماية وحاجات كتيرة تانية، وبيبقوا فرحانين وسعداء بحياتهم. وفي يوم بالليل جيك ومراته بيشوفوا نجم لامع قوي في السماء، بيفضل باصص عليه قوي لحد ما بيكتشف انه سفينة فضائية للبشر واللي بتكون جاية لغزو كوكبهم ويدمروا اي حاجة عليه. وفي لحظة هبوط السفينة بتخرج منها نار بتحرق الغابات الجميلة اللي حواليها، وبيموت معاها حيوانات كتير، بيبقى خراب على الاشجار والحيوانات، وبيبدأ البشر يخرجوا من السفينة وبيبقوا جوه حاجة كده زي الإنسان الآلي، وبيبقى معاهم جرافات كبيرة جدا بتزيح أي شيء بيعترض طريقهم. وبيجي جيك ومراته وهم بيبكوا ومش عارفين يعملوا حاجة ولا ينقذوا أي حد، وبيقولوا في نفسهم هو ليه البشر دايما ما بيعملوش حاجة إلا الحرب والدمار وبس. بنروح بعد كده الراجل اللي نايم ده ولونه أزرق شوية، أفاتار يعني، وبيبقى شبه جيك وعيلته، ولما بيفوق بيهاجم كل اللي حواليه من البشر، ولما بيبدأوا يهدوه فالراجل ده بيقول له اهدى أنا القائد بتاعكم، وعلى فكرة انت انسان، وانت لما مت احنا نقلنا الوعي بتاعك لجسم الافاتار ده، وده بفضل التكنولوجيا الحديثة اللي استخدمناها معاك، وعشان كده انت تقدر تعيش على الكوكب اللي انت عايش عليه دلوقتي لانه شبه سكان الكوكب، فممكن بقى تهدى بعد ما فهمتك انت كده ازاي. وبرضه كل اللي حوالين القائد دول بشر بس في الجسم الازرق. برضه بنيجي لجيك واصحابه وهم راكبين الكائنات بتاعتهم دي وبيحاربوا البشر وبيهجموا بيها على الاطارات اللي فيها امدادات البشر من اكل وشرب، وبيوقعوا الطيارات بتاعه البشر والالات اللي معاهم، كل ده علشان يوقفوهم، وبيروحوا ياخدوا السلاح اللي مع البشر، وبكده يبقوا كسبوا المعركة الأولانية. طبعا القائد الشرير بيعرف الخسارة اللي تعرضوا لها، فبيقرر انه يقضي على جيك واللي معاه، لانه بقضائه على جيك يبقى خلص المعركة بدري بدري، لان جيك قائد شعب والطائفة بتاعتهم اسمها الغاق، والغاق دول بيبقوا عايشين في الغابات ولا ليهم علاقة لا بالمية ولا بالبحر، وهم دول برضو اللي هاجموا القطارات. بيجي المساعد بتاع القائد وبيقول له انه كل ما بيبعتوا مركبات التنانين اللي مع المجموعة اللي معاه بيهاجموها ويدمروها، وبيقول له انت املنا الوحيد عشان نكسب المعركه دي. فعلا القائد بياخد شويه جنود وبيروحوا الغابه، وبيبقى اولاد جيك بيلعبوا، فبيشوف القائد الشرير ده بيقرب منهم، فبيقولوا لابوهم جيك، فالبشر بخدعه بيقدروا انهم يمسكوهم، وبتيجي مرات جيك بسرعه بتضرب واحد من البشر بسهم وتوقعه على الارض، وبتبدا معركه بينهم وبين بعض، وبتقدر مرات جيك انها تنقذ ولدها، بس القائد الشرير بيقدر ياخد الطفل البشري اللي اتبناه جيك وبيمشي، وبتكون مرات جيك قلقانه قوي على الولد ده، وعشان كده جيك قال لها احنا لازم نمشي ونسيب الغابة لاني انا القائد للغاق، وهيفضل القائد الشرير ده يحاربني كده، لان جيك كان قتله في المرة اللي هاجم فيها البشر الكوكب ده قبل كده، وهو راجع دلوقتي في جسم افاتار للانتقام. ولو احنا مشينا من الغابة اعتقد اننا كده ممكن ننقذ باقي القبيلة، لانهم ببساطة لو ضغطوا على الطفل البشري اللي خدوه هيقول على مكاننا، وهنلاقيهم هنا وهتحصل معارك بيننا وبينهم. ولما بتقتنع مرات جيك بتقرر انها تمشي معاه. بنشوف دلوقتي البشر وهم بيعذبوا ابن جيك اللي خطفوه وبيقولوا له بيتك فين، بس الولد بيبقى شجاع وما بيقولش على اي حاجة ليهم. بيجي القائد الشرير وبيقول لهم وقفوا تعذيب الولد، انا هتكلم معاه بالمنطق البشري لانه في النهايه هو انسان زينا، وبيسلم عليه وبيقول له انت ما تعرفش ان انا ابوك الحقيقي مش جيك، وانا لما كنت هنا سبتك غصب عني وما قدرتش اخدك معايا، بس صدقني انا ندمت ومش ممكن اسيبك تاني. وطبعا لانه ولد صغير فبيصدق كلام القائد الشرير وبيقول له خلاص انا هقول لك مكان البيت فين على الكوكب. بيجي جيك وعيلته وهم ماشيين وبيركبوا التنانين بتاعتهم وبيبعدوا عن القبيله، وبيدور على مكان تاني يقدروا يعيشوا فيه، وده لان جيك
جيك شجاع وكان خايف عليهم من القائد الشرير. بيوصل جيك وعيلته لمكان اسمه النافي، وبيبقى جزيرة في وسط المية، وبيبقى سكانها من نفس سكان الكوكب بس بيبقى لونهم اخضر مش ازرق، ودول شعب النافي. ولما بيوصل فشعب النافي بيتريقوا عليهم عشان لونهم وديلهم. ولما بيوصل ملك النافي بيقول لجيك انت ملك الغابة وملكش دعوة بالبحر، بمعنى اصح مش هتعرف تعيش هنا. فجيك بيقول له ما تقلقش، انا هتعلم كل حاجة بسرعة، وانا بجد محتاج اعيش وسطكم لاننا لو رجعنا مش هنبقى في امان. فبيقتنع ملك شعب النافي وبيوافق انهم يعيشوا معاهم. تاني يوم ولاد جيك بياخدوا على ولاد شعب النافي وبيسبحوا معاهم في البحر، وبتيجي بنت جيك الذكية وبتربط مخلوق مائي بشعرها، وكل واحد بيبقى عنده المخلوق بتاعه، وهي بقت زيهم، مخلوق كده زي الحصان عشان تعوم بيه بسرعة، وشوية كده وبتقع من عليه والولد بيضحكوا عليها. تاني يوم بيجي الولاد من شعب النافي وبيتريقوا على البنت وبيعاملوها وحش وبيفضلوا يضايقوها، فاخواتها بيجوا وبيروحوا ضاربين الولد اللي بيضايقها. ولما جيك بيعرف فبيزعق لابنه وبيقول له انت ما تعرفش ان الولد ده ابن زعيم النافي، روح اتاسف له. بيروح ابن جيك فعلا وبيعتذر له، وعلى الرغم من اعتذاره ليه بس الولد لسه متضايق من ابن جيك، فبيقول له خلاص ما حصلش حاجه، بس بيبقى جواه عاوز ينتقم منه، وقال له عشان اثبت لك اني مسامحك انا هاخدك مكان هيعجبك عمرك ما شفته في حياتك. وبياخده بعد كده المكان عميق قوي في البحر، وبيكون فيه وحش مرعب عايش هناك، وبيسيبوا ابن جيك لوحده في مواجهه الوحش ده وبيهربوا. فعلا الوحش بيهاجم الولد، وخلاص بيبقى الوحش هاجم على الولد بقوه، فبيجي وحش اكبر منه وبياكل الوحش ده، وبيغرق الولد من خوفه وبينزل تحت خالص. ولما بيفوق بيلاقي نفسه فوق ظهر وحش الميه العملاق ده، ولما بيشوف ان الوحش مجروح وفي جسمه حاجات كتيره بتألمه فبيقعد يطلع الحاجات دي من جسمه وبيعالجه، وبكده بيبقوا صحاب قوي وبياخدوا الوحش وبيرجعوا للشط. ملك شعب النافي لما بيعرف ان ابنه اخد ابن جيك في منطقه الوحش المفترس فبيعاقبه، فبيجي ابن جيك وبيقول لملك النافي انا اللي قلت لابنك اننا نروح مش هو. فابن الملك بيزعل من نفسه قوي من اللي عمله في الولد الطيب ده، وبكده بيكون ابن جيك انقذه من عقاب ابوه ليه. بعد كده بيبقى ابن جيك وابن الملك اصحاب قوي، وبيحكي للولد عن وحش الميه الضخم اللي انقذه. الولاد ما بيبقوش مصدقينه طبعا، وبيقولوا له باين الميه اللي انت شربتها اثرت على مخك. تاني يوم بيروح ابن جيك للوحش العملاق وبيفضلوا يلعبوا مع بعض وبيبقوا مبسوطين. بنيجي هنا للقائد الشرير واللي بيلف الغابة كلها مع ابن جيك البشري وبيدور عليه وما بيقدرش يوصل له، وكمان بيتعلم القائد الشرير ركوب التنانين، وبيروح يدور هو واللي معاه على جيك، وبالفعل بيوصلوا لجزيرة نافي وبيوري سكان الجزيرة الصورة لجيك، فبيقولوا له احنا ما شفناش الشخص ده قبل كده. فالقائد بيعرف انهم بيكذبوا عليه فبيقتل واحد من حيواناتهم المائية. فابن جيك البشري بيقول له الناس دي فعلا ما يعرفوش حاجة، ما يعرفوش في حياتهم الا انهم يصطادوا السمك وبس. فالقائد قال له خلاص، وبيروح مولع في بيوت سكان الجزيرة، وبيروح لمكان تاني على الجزيرة وعمال يسأل كل اللي موجودين عن جيك وعيلته، وبرضه ما بيقدرش يعرف هو فين. وبيشوفوا مخلوق مائي في المية فبيهاجموه بالصواريخ والسلاسل، وبيفضلوا يضربوا عليه كتير لحد ما بيضعف في الاخر وبيقدروا يمسكوه. المخلوق ده بيبقى عايش في حاله ومش بيبقى مؤذي لاي حد، ومن كتر الضرب عليه اكتر واكتر مات. وبنشوف ابن المخلوق الصغير وهو جنبه، والبشر بيبقوا فرحانين انهم قدروا يقتلوا المخلوق ده. ابن القائد بيبقى شايف اللي بيحصل فبيزعل من البشر واللي بيعملوه، لانه كان بيحب كل المخلوقات اللي على الكوكب وما كانش بيحب ان حد يأذيها. بياخد البشر المخلوق الضخم ده وبيدخلوا جوه بقه وبيحفروا فيه بآلة، وبيطلعوا منه سائل لونه اصفر كده، وبيكون نادر قوي لانه بيطول العمر، واي حد هيشرب منه عمره هيطول. وده كان حلم البشر، وعشان كده فالسائل ده غالي جدا على البشر اللي مش هيرحموا الكوكب ده ولا اللي عليه. تاني يوم شعب النافي بيشوفوا المخلوقات الميتة اللي في المية، فبيقولوا لجيك انت السبب في اللي حصل ده، ولولاك انت ما كانش البشر قدروا يوصلوا للمكان ده ابدا، والمرة دي قتلوا المخلوقات بتاعتنا، واكيد المرة الجاية هيكون الدور علينا احنا. وبيجي ملك شعب نافي وبيخطب فيهم وبيقول لهم احنا لازم نتحد مع بعض ضد البشر. بعدها بفترة بنشوف ابن جيك وهو رايح لوحش المية العملاق صاحبه، وبيلاقي جهاز راشق في جسم الوحش فبيحاول انه يشيله منه، والجهاز ده كان مخلي الوحش مش عارف يتحرك. طبعا البشر بيبقوا محتاجين يقتلوا عدد من الوحوش دي عشان السائل الاصفر النادر اللي بيدوروا عليه، فالجهاز اللي كان في جسم وحش المية مخدره عشان البشر يصطادوه وياخدوه. فبيجي الولاد وبيحاولوا انهم يخرجوا الجهاز ده من جسم الوحش عشان ما يموتش، ولما البشر بيجوا ناحية الوحش فالقائد بيكون بيبص في المنظار فبيلاقي ابن جيك والولاد التانيين بيحاولوا ينقذوا الوحش. فبيعرف جيك وملك النافي ان ولادهم في خطر، فبياخدوا اسلحتهم وبسرعه بيطيروا على مكان الولاد عشان ينقذوهم، وبيفضل الولاد ورا الجهاز لحد ما فعلا بيخرجوه من جسم الوحش، وبكده بيقدر الوحش انه يعوم من اول وجديد بحريه تاني. فالبشر بينتقموا من الولاد الصغيرين دول وبيضربوا عليهم بالاسلحه، وبتيجي بنت ملك النافي وهي خلاص هتغرق وتموت، فبيجي ابن جيك وبينقذها. بعد كده البشر بيطلقوا شباك على الاطفال وبيمسكوهم وهم بيطلعوهم على السفينه بتاعتهم. بيجي جيك وملك النافي بس
ما بيعرفوش يقربوا من البشر. وبيشوف القائد الشرير وهو بيربط الولاد الصغيرين في السفينة، وبيقول لجيك لو عاوز تنقذ الولاد دول تعالى انت لوحدك هنا. جيك ما بيفكرش وبيقرر انه يروح لوحده عشان ينقذ الولاد دول. في اللحظة دي وحش المية العملاق بيشوف الولاد مربوطين على السفينة، فبيروح طالع من المية وبيرمي نفسه على السفينة وبيضرب البشر اللي عليها. فجيك واللي معاه شافوا اللي بيحصل، فبسرعة بدأوا يهجموا على السفينة، وبدأت المعركة بين البشر وبين جيك واللي معاه. وطبعا بيموت من هنا شوية ومن هنا شوية، وبيروح الوحش ناطط على السفينة مرة تانية وبيضربهم تاني. وجيك لما بيشوف البشر مشغولين فبسرعة بيروح للأطفال ويفكهم، والأطفال وهم ماشيين بياخدوا أخوهم البشري معاهم. بيجي بعد كده ابن جيك وهو بيموت، وأمه بتكون حزينة عليه وبتصرخ وبتعيط. وبيكون القائد الشرير خطف 2 من ولاد جيك، وبيكون ده فخ جيك عشان يجيبه. وبيكون البشر مجهزين نفسهم عشان لما جيك يجي عليهم يقتلوه. جيك بيبقى أذكى منهم وبيدخل السفينة من غير ما حد يشوفه، وبيفجر السفينة ويولع فيها. وكمان مرات جيك بتنتقم لابنها اللي موتوه، وبتفضل تضرب بسهامها وبتتخلص على كتير من البشر. بيجي القائد الشرير وهو ماسك ابن جيك وبيهددوا بيه، وقال لهم لو ما رميتوش السلاح اللي معاكم انا هخلص عليه. فبتروح مرات جيك ماسكه ابنه البشري وبتهدده برضه بيه. فالقائد بيسيب ابنها وهي كمان راحت سايبه ابنه، ويبدا القتال بين جيك والقائد الشرير مان تو مان من غير سلاح، وبيفضلوا يضربوا بعض لحد ما جيك بينجح انه ياخده تحت الميه، وهو بيخنقه وبيسيبه يغرق في قاع البحر. بس المفاجاه ان ابنه البشري بينقذه، وده لانه انقذه من شويه. فالقائد قال له تعالى معايا، فابنه قال له لا، وبيروح لعيلته اللي اتربى وكبر معاهم، وبيلاقي ان عيله جيك بتحبه وما اتغيروش من ناحيته. وفي الاخر بنشوف جيك وهو حزين وهو رايح يدفن ابنه اللي مات، وهو بيفتكر ذكرياته مع ابنه لما كان طفل صغير وبدأ يكبر واحده واحده، بس النهارده ما بقاش معاه. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده، ويا ريت اعرف رايكم في الفيلم في التعليقات. وربنا ما يحرمنا ابدا من الافلام الجامده دي اللي مخليانا دايما معاكم. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو وصل الفيديو ل50,000 لايك هتلاقيني منزل لك الجديد.